أستاذ محسن، مرحبا بعودتك من جديد إلى شارع المتنبي بعد انقطاع طويل. اليوم ما هو دور الدوائر المحلية والبلدية في محافظات الجنوب برفع المنتديات الثقافية وجعلها في خلق شارع موازي لشارع المتنبي؟ يعني أكيد اليوم عندما ننظر إلى شارع المتنبي، إذا كان لدينا نهران دجلة والفرات، فهو المتنبي يعتبر النهر الثالث الثقافي. هذا يمكن أن ينعكس على المحافظات الجنوبية. في النجف هي دار الثقافة ودار الحكمة، وكذلك بالبصرة. اليوم دور البلديات مهم جدا، أن يخلق شوارع توازي شارع المتنبي. ممكن أن يجمع الكتب، يجمع المحتويات التي هي لديها روح ثقافية مثل شارع المتنبي، هي توازي شارع المتنبي. وحقيقة هناك في الموصل يعني موجود نفس شارع المتنبي، لكن داعش والمتغطرس استطاعت أن تمحي كثير من آثار هذا الشارع، وأعيدت برمجة هذا الشارع من جديد. وكذلك لدينا في البصرة، ولدينا في النجف الفراهيدي وفي الناصرية. يعني هذا يخلق جو ثقافي هو يتمازج مع شارع المتنبي ويعطيه نكهة. يعني هذا دور المحافظات المحلية، ممكن أن تخلق هذا الجو، دعم ثقافي، كتب توفر. ممكن أن نجد نفس هذه الوجوه الثقافية اللي موجودة هي في محافظاتنا الجنوبية وفي المحافظات الغربية. هذا شيء إيجابي، وهذه رسالة إلى كل محافظاتنا أن يخلق من شارع المتنبي شارع ثاني هو استنساخ لشارع المتنبي في المحافظات الجنوبية، وهذا يعطينا تعزيز لروح الثقافة وروح التعاون. وإحنا لدينا اتصال مباشر وندعم، نعم ندعم من شارع المتنبي هذه الشوارع التي تفتح في المحافظات الجنوبية، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للثقافة العراقية. نعم، دور المنتديات الثقافية في تلك المحافظات يعني يجب أن يوسع على مستوى أعلى مما يقدم في هذه الأيام. يعني أكيد اليوم توسيع شوارع منظمة مرتبة، ممكن نجعل يوم الجمعة هو نفس اليوم المحافظات الجنوبية، لكن كما نوهت هذا يحتاج دعم من المحافظة ويحتاج دعم من أهل الثقافة في نفس المحافظة. وهو له دور كبير حقيقة، يعزز روح الشباب، يعطي صورة واضحة للشباب، يطلع على آخر عناوين الكتب الموجودة في داخل الشارع اللي يفتح به هذا المنتدى. هذا دور المحافظة، دور المثقفين، واحنا ندعم هذه الفكرة لأنها توصل رسالة وتمازج ثقافي بين المحافظات، وهو شيء إيجابي جدا. أستاذ محسن، شكرا جزيلا لهذه وجهة النظر، ويا رب تصير شوارع للمتنبي في كل محافظات العراق إن شاء الله. إن شاء الله. ممنون حبيبي أستاذ سعد، وأتمنى لك الموفقية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، متواصلين وياكم.